يا جماعة هلا طلعناها من الفرن، شوفوا ما شاء الله شلون نافشة. وهلا الهدية الثالثة والأخيرة لديلدا. مرحبا، كيفكم يا جماعة؟ إن شاء الله كلياتكم تكونوا بخير. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد. فيديو اليوم كتير حلو بصراحة اليوم عيد بالسويد، بسموه يول، فبيوزعوا هدايا وبيسووا أكل مخصص وهيك شغلات، فحبينا كمان نحن هيك نفرح الأولاد، نشتري لهم هدايا كمان. اكيد شفتوا كمان تحت الشجره حاطين هدايا، بس لسه ما فتحوا الاولاد ما شافوا شيء. صح. فاليوم راح يشوفوا الهدايا تبعهم. شايفين هون ديلدا كلنا مطقمين يا جماعه، شايفين هيك؟ انتم شايفين كمان هدول ثياب العيد يعني هيك يعني حبينا نعمل اجواء ونغير شوي والاولاد كمان ينبسطوا. فحبينا اليوم بما انه ديلدا ما عم تفهم علينا شو عم نحكي، نمقلبها نشوف ردة فعلها. صح، كثير متحمسه، بدي اشوف انه رح تنبسط ولا. هلا رح نساوي المقلب، رح يكون يعني مقلب هو بسيط بس لنشوف ردة فعلها شو رح تفكر. ايش رايك نحط لها هديه لعبه قديمه من عندها، يعني اول هي عندها كمان عم نحط لها لعبه اول قديمه او شي فواكه وهيك ونغلفها. شوف رد فعلها بس تفتح الهديه، هي مبسوطه، بتعرف انه في هدايا هنيك والعاب جديده وشي، بس ما بتعرف شو هن. بس رح نحط لها هدايا قديمه، العاب قديمه، هي هون ما عم تفهم علينا، ف رح نحط لها هديه قديمه على كلنا ونشوف شو رح يكون رد فعلها. فبتوقع رح تزعل كثير، بس هو لا ما بعرف بس يعني ما مبين ردة فعلها، فنحن رح نشوف. فشاف ما تبكي. فقلنا هيك نصور لكم اجواءنا، وكمان المغرب رح نشارككم. وكمان اليوم سوس رح تسوي لنا بيتزا بالبيت يعني. بالعاده نسوي بيتزا بنجيب العجينه جاهزه بس نحط الاغراض فوق، بس اليوم رح تسوي سوس اليوم كل شيء على ايدي، كل شيء على ايدها، فما بعرف شلون رح يطلع، اكيد رح يطلع طيب. ان شاء الله مشان هيك نقضي الوقت كمان، يعني بتعرفوا انه برد اليوم ناقص 14 كمان، فقلنا هيك نقضي الوقت يعني مع بعض بالبيت. فحبايبي اذا انتم جداد هلا وتشوفونا لاول مره، لا تشتركوا بالقناه، فعلوا زر الجرس، حطوا لنا لايكات كثيره ويلا نبلش. ليام مزعوج كمان بده ينزل، بس شايفين ثيابه ما احلى يا عمري، بده ينزل هلا بنزله. يا جماعه كمان أنا اليوم اخذت صور لديلدا وليام، صور طلعوا بيجننوا، بس انا تعذبت، هلكت لبين ما اخذت لها الكم صوره، لانه كثير بيتحرك ما شاء الله وبيخرب، يعني خرب الشجره كلها لبين ما صورته هالكم صوره. فرح نزلهم على الانستغرام، روحوا تابعوني على الانستغرام لتشوفوا كل الصور هنيك. خلينا نشوف سوسو شو عم بتسوي. شو عم تعملي؟ اول شيء لازم نضبط الاغراض، بعدين نبلش نعمل العجين لانه بده وقت كمان لترتاح العجينه. هو كمان يا جماعه بدي اورجيكم جبت هي جديده سوسو وصتني عليها، فهي رح نسوي فيها اليوم رح نضربك براسك فيها، كثير بحبها. فاليوم رح نعمل بيتزا فيه، فلازم تطلع كويسه جوا هي، لانه القياس كمان حجم البيتزا، فان شاء الله تطلع طيبه ان شاء الله. نشوف. فشايفين يا جماعه الحب، يعني كل ما بده يطلع بده يجيب لي الشيبس اللي بحبه عن جد، مشان تعرفي قديش بعرف قيمتك انا صراحه. فهذا يعني بعتبره انه احلى من الورد، لانه الورد يعني ما بعرف ما بتاكل، قديمه صارت قديمه. ما بتاكل. فهي انه الاكل انه عن جد عم بفكر، عشان تعرفوا انه الحب البطن صار. مو مثل زمان قبل يحبوا بعض ويجيبوا ورد لبعض شيء، هلا الحب البطن، جيب شيبس، جيب بيتزا، جيب شغلات طيبه، فما مشكله هيك صايره. يس يلا خليني بسرعه نضب وبعدين بلش اعمل العجين ونصور لكم. يلا. ويا جماعه كمان امبارح كان في عيد ميلادي، اكتبوا لي كلكم يلا نزلوا اكتبوا لي كل عام وانتم بخير. فسوس سوت لي كيك بالبيت، فنزلنا صور على الانستغرام وشي، بس نص بقى نص ضل نص اكلنا امبارح، بس كثير طيب على فكره. هذا الشغل سوس بالبيت هنشوفوا كيف يعني اللون انه طالع كله واحد، وهالشوكولا انا ساعدتها بالشوكولا، فعشان تعرفين هلا حاطط ايدي فيه. اكيد يعني. فقلنا هيك نشرب قهوه، فنجان قهوه، وناكل كيك بعدين مشان نروق ونبلش. يلا يا جماعه شو عم بيصير هون. يا جماعه ما لقيت غير هدول ايش اسمها، ما بعرف شو بدي احكي، هدول مشان يطلع الزاويه تمام، بيطلع علبه على شنو. ايه قلب بغلف، وكمان هنيك شوفي. كمان هنيك شوفي بغلف هي كمان. يا الله. نشوف ردة فعله. شو هالهدايا الحلوين، يعني انا واحد بيفكر انه شيء تعطيني هيك هديه شيء ما لعب السفر. شوفي يعني الهديه مو بقيمتها، المهم انه تذكرتك الشيء. لا تنسي كلامك، راح ارجع لك. لا مو لالي، مو هديه جيب يعني. المهم هيك صار الشكل، يعني ما بعرف شو رح يكون رد فعل. رح احطهم تحت الشجره كمان، رح اقول لها انه جبت لك هدول كمان زياده، ورح خليها تفتح هدول اول شيء، فهنشوف شو رح يكون رد فعلها. هون يا جماعه انا عم حمص هون صدر الدجاج، شايفين قطعتهم كثير صغار لانه بدي اعمل صينيه بصدر الدجاج وصينيه بخضار.
بدي بلش حضر العجين. هون الطحين لازم ندخله هيك. فهلا بدي احط 4 كاسات وبعدين نرجعون ونشوف كيف رح يطلع. يا جماعة هلا اللحظة الحاسمة رح تفتح الهدايا. قلنا لبين ما تجهز العجين وهيك فخليها ترتاح يعني، فانه نفتح الهدايا هلا ونشوف ردة فعل ديلدا. هلا رح يشوفوا الهدايا. انا زعلان عليها من هلا. ايه والله انا كمان زعلت عليها. بتعرفوا ليه؟ فكتير مبسوطة، فمشان هيك انا يعني شوي هيك زعلانة. هلا راحت تعدل نيكي كانت عم تقول ليش صاروا 5؟ قلت لها هدول 5 الك و3 لليا. فاول شيء رح تفتح الهدايا الممنح، فنشوف ردة فعلها بعدين رح نقول لها انه مشان القضية زعلت وشي، فخلينا يلا خليكم نبلش. معنا. اعطوني رايكم بتسريحة ليام هلا هون شلون؟ شوفوا كيف تسريحته. يا عمري سرحت لها شعرها هلا. طلع ليام. كيوت. صاير عم يركض. شوفوا بده يركض وقع. يلا هلا خلينا نشوف ردة فعل ديلدا على أول هدية. رجعنا نساعد. واو عارفين؟ عارفين؟ واو بس خجلانة ها؟ خجلانة ما عم تبين على ايه حالها. عم تقول حلوة يا إيه. عمري. مقتنعة كمان لأنه جوز عم تفكر إنه يمكن اللي بعده إنه يكون منيح. يا جماعة هنيك ليام خرب الدنيا. واو تيتا مفين مبسوطة. عم تسوي حالها مبسوطة المسكينة ما عم تبين على حالها. واو لفين رندا يا عمري عم تقول حلوة. رشي قلت شكرا بس مو من قلب. مو من قلبها. أنا كمان هيك حسيت. ما حسيت انه شعور اسمه ملامح وجهها مبين. لما بنر بس مبسوطة يا عمري ما زعلانة. هلا خليها تفتح هديتك. عين على هدول يا عمري انتي. هلا الهدية الأولى لأنه هدول مو محسوبين كانوا كمقلب وهيك شيء. وهدول السماعات جبنا لها سماعات. كثير كيوت. هي كيوت معقول جمال. يا ريت لو عنا بطفولتنا كان في هيك شغلات. وهلا دول الهدية اللي بعدها يلا. أنا ما عاد أعرف شو هن الهدايا أنا نسيتهم. من زمان هون سوسو كمان. أنا عم صور للإنستغرام ستوريات وهيك. تيتا انبسطت على هي كانت هي عم تطلبها مني دايما، عم تقول بدي هيك مشان تصيد السمك وشي، فمثل سمكات وفي عصاية معها مشان تصطادها على اساس يعني. وهلا هون هلا كمان دورك يا عمري. نشوف اليوم شو راح يسوي بدور، ما بيعرف المسكين شو صاير. وهلا الهدية الثالثة والأخيرة لديلدا، مبسوطة كثير عليها لأنها أكبر حجم هي السنة. واو ليام شافت سيارة بدها السيارة فكرة بدها شو بدها؟ ناي 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 ناي. اوه زعل هذا ليام هذا. يا جماعة مصرة انه تخبي هدول كمان العابها يا عمري. اقتنعت فيهم. هلا اجى دور ليام لازم يومي. نفتح له هدايا. طلع بس ما له مشغول عارفة شيء. مشغول بالجسم. اخذها. واو تيتا في يي متحمس هو كمان والله. خلينا نفتحها ونشوف. بده يقوم بده يروح. ليش اخذوا لها يي واو كلكم والله ديلا تحمست اكثر متحمسة أكثر منه. شوفوا عجب عارف الصورة. صرنا لازم نفتحهم بعدين نشوف كمان. هاي مثل بازل على شكل هذا فيلم كرتون. ايه حلمه كمان له 3 هدايا 3 هدايا. ايه هلا خلينا نفتح له اللي بعدها كمان. واو عجبتها كمان بس لا عجبتها هذيك أكثر شيء ايه بده لانه بده هاي مثل كمان هيك لوحة وبكتبوا عليها بالقلم وشيء، فلعمره هي سنة ونص تقريبا يعني شوي فترة زمن وبيقدر يستعملها. وهون ديلدا فتحت الهدية الثالثة. يا عمري يلا خلينا نفتحهم. شو مبسوط صراحة أنا انبسطت أكثر منهم يعني هيك على فرحهم فرحت. بالضبط واحد ينبسط كثير إذا إيه والله. الأولاد بينبسطوا هيك شيء. مبسوط على السريع. يا جماعة أنا تركتهم يلتهوا بالألعاب. ما شاء الله هلا صارت جاهزة ولازم نبلش اشتغل فيها. هلا العجين صارت جاهزة ما شاء الله. شوفوا والله طاير غير طاير كثر الجامعة صاير غير شكل. جنن ما شاء الله. فهلا رح نشتغل فيها. شايفين هون جهزت الأغراض. هلا وحدة رح أعملها بصدر جاني مثل ما خبرتكم، وحدة بالخضار. فيلا
يلا نبلش. هلا هيك يا جماعه مثل ما شايفين العجان يعني تقولوا انا كنت فاتح محل بيتزا هيك شغلات، شيء محترم طلع على فكره. شايفين هون مدينا العجين. هلا رح نحط الصوص وبعدين الخضار وهيك. طبعا هاي كمان خلطه سحريه، كل شيء من عنا يعني. خلطتي انا معلمك كيف تعمل. هلا رح ياخذ كل شيء لإله، انه هو اللي عمل، هو اللي سوى، وكله انا من اختراعاتي، من ابداعاتي انا. على فكره لازم تنفش كثير منيح اتوقع. ايه انا هيك بحب هيك تكون العجين هيك سمكتة، تكون سميكه ومنفوشه كثير يعني. وهلا اول صينيه فاتت على الفرن ورح نستناها بفارغ الصبر. والله اليوم فرطانين جوع، لازم ناكل يعني. هلا بس تجهز هي بناكلها بعدين نحط الثانيه بالفرن لما ما تجهز بكون جهزت، بكون خلصت الاولى. ما عاد عارف احكي. يا جماعه هلا طلعناها من الفرن، شوفوا ما شاء الله شلون نافشه. المنظر غير شكل على فكره. هي بيتزا ايطاليه بامتياز. هي بيتزا ايطاليه بس احسن من الايطاليه لسه، اطيب على فكره. هلا بنشوف من تحت ان شاء الله ما يكون محروق من تحت، فخلينا نشوف ان شاء الله. فلا اظن هيك ممتاز. واو شو هاي الصينيه الثانيه كمان جهزت، وهلا لازم حطها بالفرن. عن جد كثير جوعانين. شايفين هنيك الاولاد كمان لازم هلا ناكل. على فكره السكينه تبع البيتزا خربانه، فلازمنا واحد جديد، فعم نقصها يلا نذبح سكين. يي جوعان يا عمي. وعلى فكره لسه ما بدي اورجيكم هون المطبخ شو صار فيه يا جماعه. قايم قاعد يا جماعه، وليه لسه ناطرني الشغل. خير الله. هلا دورك بالتنظيف. انا سويت البيتزا، انت سويت البيتزا؟ يا لك طلعوا شو عم يحكي. والله العظيم يا جماعه اللي عملتوه بس مد العجين. اخ منكم انتوا رجال. يلا بنرجعكم بعدين يا جماعه. على اساس اشترينا الهديه لديلدا، وشايفين مين عم يلعب فيه. كثير حلوه على فكره، والله كثير حلوه. يا عن جد انت عشت طفوله محرومه. هلا لاحظت هالشيء. هي شغلات ما كان في عنا على طفولتنا. مو عنده شيء، كان في هذا ابو الشريط تلبسه قدام اخضر واحمر لقدام ولورا بس هذاك. فما كان حلو. يا جماعه حبيت اخبركم انه عملت منقوشه زعتر، لانه عن جد انا من عشاق الزعتر، فلازم لابد انه سوي كمان منقوشه. يا جماعه واخيرا خلصت كل شغل المطبخ. شايفين صار كله نظيف، عن جد راحه نفسيه. خلصت كل شغلي، وكمان رحت نيمت اليوم عن جد. مشان هيك عم وطي صوتي، مشان ما يفيق عمري، لانه كتير كان تعبان فنام دغري. هيك يا جماعه عم نوطي صوتنا لانه اليوم راح نام. ماني جفاء مشكله، ما راح ينام للساعه 12 المساء، ومشكله راح تصير. فيا جماعه هذا كان كل الفيديو. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. هيك حبينا نشوف ردة فعل ليلى على الهدايا هيك، فهيك بس وحبينا نصور لكم كمان يومنا اليوم شو عملنا وهيك. فان شاء الله احلى شيء كان البيتزا، يعني اطيب بيتزا. هو ما هم غير بطنه عن جد يعني. فكرة يسلموا ايديك. الله يسلمك يا رب. عن جد ايه كانت كثير طيبه وصحتين وهنا على قلبكم. تسلمي. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اذا عجبكم الفيديو حطوا لنا لايكات كثيره، اشتركوا بالقناه، فعلوا زر الجرس. والله صار فينا نقول بحبكم كثير. ديروا بالكم على حالكم. باي باي.